بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه مثل تسمتين. السلام عليكم القرآن الأول به صح الخبر صح السيد في قرآن يجرى بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. السكين بحمد الله تعالى نسينا الأساتذة اللي ديرتنا ورنا الأستاذ محمد حسين حميش أكد الأستاذ كمال بكازن أسنانين المرحبا يسوان أروي جلوان هنا نخمن بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق ندخرها اليوم بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، وارزقنا خشيتك في السر والعلن، وآتنا مراشد أمورنا، واختم بالباقية الصالحة أعمالنا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. وقد الفضل قرحت ما تنجمع من المؤمنين أتذكروا أتهضر في الأمور قعنا تشرعي وكنا تفهم المقصد استشارات ربي سبحانه عز وجل وذا الحور ضد اللي تقع على البصيرة. ما إلا نجمع لك ما ولناش شو تستفد منك بس تستفد من أربع حوايجك. هذا نزل في الاسم السكينة، هذا النوع الرحمة، هذا نزل في الاسم الملائكة والسلام، ويذكرهم الله في من عنده. قال ربي سبحانه يقول الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. لذلك إن شاء الله هذا تذكر ربي سبحانه الملأ الأعلى إن شاء الله شوي إلهام شوي يعني فرحا إن شاء الله تعالى يوم القيامة. إذ مثلا الحديث على رمضان يكفو يالا من نهضر في رمضان لكن يبغي الحالة نهضر في الناس
ولكن مزمرة غاصن في كازالي سكنينا في الحال أي غار خاطرش هذا الشهر رب العزة سبحانه عز وجل يتميز ماشي اللي كل ربي سبحانه عز وجل يفكاياس كرا الخصائص اللي يفكاها ديالو كل شهر بيض. لذلك هذه تنزل رحمه ربي سبحانه عز وجل يجمع ربي سبحانه خيرا السبات يوكل أن يصوت الرحمة ما نهضر في شهر رمضان السبات مزوروث السلوك اللي الحادث اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم المنبر اش دينا إن آمين 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 الناس اش يمين قال الله آمين 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 ثلاثة ثيكال لكن نسلايك ونسلا الدعاء الناس يسيد جبريل عليه السلام ميولات لدرجة تمزوروث النايد رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. ولقيوا في رواية من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله تعالى. وينادي لحكم رمضان وسيغفر ربي عز وجل وكي يسبالث ربي سبحانه وتعالى وكي الإنسان يخاف يخسر إنك الناس آمين نغد آمين يورث درجة السنات الناس جبريل عليه السلام من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله. وفي الرواية رغم أنف امرئ أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. لا يضرب بيت مثل هذه الإنسان يتوزن انت ينوض مولانس انت يهضرك بمولانس. ولذلك بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل عليه السلام من يخاف يخسر يسبع لربي سبحانه ولا دير الحكم لمولانس غادي يلحق يوسيسن ويشمل الجنة باسم نغد آمين. الناس جبريل الناس آمين الناس آمين إنه يولي ثلاث درجة ثلاثة الناس يسيد جبريل النايد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يخاف يخسر يبعد صور ربي سبحانه. العبد يا محمد الذي تذكر اسمه زادس ودي قال صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه عز وجل يمرنا رجال سوى الشتاء القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإنك شبه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. الحدث أكيد نكوي خلا يعني مثلنا في سنن ذا شو المعنى؟ المعنى اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وين دي لحق كما رمضان ديجا مثلا استغفار سبحانه وتعالى وين دي لحق رمضان يعني فهم ذي الفايدة الشيء أخطر لنا وكذلك وزار نيثنا رمضان قاعد ولا غادي نسدو بوكي صافي ذا الفضل رب رحمه الله رب عز وجل. لما مثلا غادي نسيت مثلا الولي ثبوا لنا الرحمة السبات اللي يذكر ربي سبحانه عز وجل إذا رمضان يجي وكنا بيغفر وليت شحال ويانا ماشي الحاجة يعني سنين يعني قوارنا مقارنة لا أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم تمزولوث السبات تمزولوث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذايا يا رسول الله ذايا من صام رمضان أمش إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شو معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا معناه وتصوم ظهر خاطر شوف هذا ذاك تصوم وتصوم ظهر خاطر شي مولاني كتصوم نغ العبره تصوم من الصحه تصوم ذاك السن لا إيمانا يعني تزامض كشغل في المنظ باللي كضرب سبحانه وتعالى يدي وجبه ضرب سبحانه كيدي مران تزامض خلاص بك تجد طاعه لرب سبحانه عز وجل إيمانا. أما احتسابا يعني تتراجل تسواذ تتراجل الله جل صور ربي عز وجل
والحوايج دار التراجع دار هو قال لك السيد باللي الله يبارك توزوا منا غيلهم فيك توزوا منا كذا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن كوني نطمع صور ربي عز وجل انا غدي فيك لاجار الصيام كي اخاطش موضوعي اخاطش انت يمرض نقول لنا يا ربي سبحانه عز وجل سمعا وطاعه صافي البنات ماري وزومان شهر رمضان ايمانا يؤمن باللي كيوجب لي ربي سبحانه واحتسابا تراجع توابل الرجل غير شعور ربي عز وجل لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ولذا المؤمنين غفر له ما تقدم من ذنبه وظن شو المعنى غفر له ما تقدم من ذنبه قال لي مستوى معناه هو كيف بنادم كي ما رحباش الموت خلاص يعني ما يلزمش الموت سيمانه يعني قال لك بري خاطر شي مي غفر لك ربي كل شيء غفر ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه باش نولي الفضل الشهر هكي باش نولي يعني ازالي سيذكر ربي سبحانه ويشهر هكي ثقي السبه مزوري حاشا ثقي ثلا السبه النظر ثلا السبه النظر اش السبه النظر مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تظنوا رمضان قيام الليل صلاه التراويح هذه تظل في الامام تجد قيام الليل ولا يظل ايمانا ذنب ايمانا ولا مثلا دينار صام رمضان من بعد يخدمك يتصدق كيرنك يخدمك لا ايمانا واحتسابا ما ثمرون باللي ذواقي يوم غتصل ربي سبحانه وتعالى وما يلنا تخدم الطاعه كي تراجع الصور ربي عز وجل اقلك تحقق الشروط سواسا كيغفر ربي سبحانه عز وجل من قام رمضان يتصدر يتصلى يغار خاطر يزرب بليك ربي سبحانه شرع القيامك تبدل ربي سبحانه عز وجل اتصلى واليس يسجد الشكاو الصد الفور أسدعو ربي سبحانه عز وجل أقلك غفر الله ما تقدم من ذنبك خاطرش تراجع الله ربي سبحانه عز وجل وين السبة مثلا من الرحمة ربي سبحانه تيبور من الرحمة لشارك غير نشتاقي مازال السبة النظر هاشو السبة النظر إن تشبح للنبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر يعني ليلة يوفقك ربي سبحانه عز وجل تخضمض القيام يعني ليلة القدر كي توافق الليلة يجي توافق الإضاء غفر الله ما تقدم من ذنبك زرما تظل كل جاك الإمام يتمثل ولا يظل أنا ما يكفر الإمام تظل الشفع والوتر ومن بعد ما لا يوفق ربي سبحانه عز وجل يسد الجماعة يظل فجر الإمام في جماعة أسيكتب ربي سبحانه عز وجل نزولك إني يتظل لنا غيتعبد ربي سبحانه طول الجير أنسردنا ونشتاق يثبت أنسردنا ونشتاق ليلة القدر كيف ما إلا يوفقت يومل باللي الليلة يجي يزيد ربي سبحانه عز وجل في وضن يعني في شرق وضن يقول نكسبس وجيفه غفر له ما تقدم من ذنبه غير واش لقيت سبت الرحمة والمغفرة مازال السبب شو اللي قالوا واش محمد الرسول يقال للصائم دعوة لا ترد يعني يتمثل كل ما بلاد في المغرب غادي يرسل المغرب اللي يدعو الدعاء النية في الإفطار مستجاب معناتها على الأقل ساعة 29 يوم الدعوة المستجابة أما هذا الوهايم ايش نكون لنا عاجز ولا الدعاء نستعدزز ولا الدعاء نستعدزز ادعوا يا عبد الله ادعوا هذه فرصة يفكر ربي سبحانه أمة 29 يوم يزمر هذه 30 يوم رمضان 29 30 يوم 29 30 دعوة مستجابة أنت تفرش لك يا عبد الله يجعل ربي في هذا الشهر العظيم
وحتى أن الدعاء في العشر الأواخر قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والدعاء مشروع أكثر خطر في الآية اللي تهضر في رمضان متى أمكن تختم ربي عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ثقاش لما لعلكم تشكرون في سورة تقول ومن بعد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بدي هذا في رمضان فيش شو دينا مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. مباشرة مش شديت الدعاء. أنا اشتكي كان يكسع على فضل رمضان تلاقي كان يتسبى في الرحمة ما زال. أشو دي خارج شو عند النبي صلى الله عليه وسلم لله في كل ليلة عتقاء من النار اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. كل يضيف مثل يكون ديما صراحة كل ما تذكرهم ستلاقي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني العبد ماشي كان هذه من نية يعني يتوق الإنسان هذه اللي ممن ينجيهم الله تعالى من النار. كل ليلة رب سبحانه فلان 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 كذا وكذا وقاباقي أثان سيرك شخص نسيت بس أمسا دسي ولا ريلينا شكو كذاكي عتقهم الله تعالى السكين رب نسيت بس ولا السبث الرحمة السبث المغفرة نكون نتولي شهر رمضان بطريقة ياكي نكون نتولي شهر رمضان باللي يا إما شهر قياس ناخذ شهر الماكلة ناخذ شهر التفغة ذكر وكذا تقول ليس هذا شهر رمضان. شهر رمضان تسوى بالخير كي خاطر شتي قال لك مثلا تنطيشين صغور ربي سبحانه عز وجل تيم قراني ودنا نو السبا اعظم وقت قال لك لنا سيك ربي سبحانه عز وجل في رمضان باش توضر المغفرة ينس باش توضر السبا ذاك الرحمة ينس هاك ديالو كيعاون في الناس أمكن كيعاون إنك مش الواحد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان ما يفضل رمضان إنك تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار وبعد شو وتصفد الشياطين وفي رواية وتصفد مردة الشياطين. هذه السلسلة ربي سبحانه وتعالى شواطن نم قرآن خاطر شبدا شواطن مش طالع نم قرآن سورتم قرآن النية يغيتا جمالا نخدم قيام الليل نغنزو قبل رمضان بعد رمضان مقبل رمضان باش تذكر ذاك غتظل بعد العشاء غتظل قيام الليل غتوزو ما كثير ذاذرا ربي سبحانه يشهر يعاوننا خلاسا يسلسليت مردة الشياطين يوكلنا أن يفقر ربي سبحانه عز وجل. ويتمثل في كل هذا ربي سبحانه وتعالى الليلة يجيب وننظر ليلة القدر شوت يعني عظيم يكفي ربي سبحانه يذكر تذكرات الخاصة إيش تودي ذكرها ولا ديونية الخاصة إيشك مازال شوية الوقت شي 2 مينوت ما عرفش نذكرك ليلة القدر تمزوالوت ذيك سيدي نزل القرآن الكريم وما أدراك ما القرآن الكريم أول ربي عزيز أول رب عزيز ينزل ربي سبحانه سي اللوح المحفوظ بيت العزة في السنة إن ربي سبحانه خير من 1000 شهر عراقي في الثلاثة تنزلت الملائكة في الليلة يجي إنك أرمثضق ثمرث الملائكة وعلى رأسهم شاف سنلوى الروح جبريل عليه السلام. الخصلة في سبعة أن إذا جيت مثلا مبارك إذا مبارك إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. خمسة هي السلام يعني السلام يعني رب سبحانه وتعالى أغي السلم سي العذاب سي العقاب. الخصلة في ستة باش مثلا سيكو تقضى مقادير الخلق
قال رب عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه ذكر ربي سبحانه عز وجل الأذى. بعد الأذى نلقي إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أرواح أوين يبغى الشار الارتخاء. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في رمضان شر الشهور من كلية من رمضان، ولكن ما إلا في رمضان ذي العشر الأواخر يجتهد يختار كل شهر رمضان مثلا والله رسمه نزرد شوف القيمة ينس والله رجل غالط أنصح السيف ديجا كان كل أنصح السيف يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولي والدعاء نسأل الله الحمد لله. أيضا خاصة أستغفر الله عز وجل وسمح لي ما طلع في الأول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول غرف لو نايس مثلا الحال يروح كلمات قصيرة جدا. بالمناسبة كان يفوكو رمضان بالك مازال غادي تفكر اني بس دور تدون ما يكتب سيدي ربي ما الا يكتب سيدي ربي الجماعه دي تدون ان شاء الله لو انا قد غادي في العهد العيد خاطر هلال شوال هذا العام هلال بالضبط يوم الخميس صباحا ليله الشك. يوم الخميس ليله الشك هذه لا اليوم الخميس صباحا غا 5 الصباح و12 دقائق هذه للاقتران. دونك غتمديت ماي غادي يطيج هذه يقيم وكور دفير الغياب ديال يطيج حوالي 34 دقيقه. اذا 80% فاكثر في العالم الاسلامي هو اللي نقول يوم الخميس. دونك 80% ديال يوم الجمعه العيد. لكن ما يلث ولا نرى ما كانش مشكل خاطر الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا شعبان 30. ما الا الغمام ما الا رمل ما الا وتصلح وجيز مرت تولي ناري مثلا العيب ميل ولا شي كاين الولاد ولكن ما الا وزن ولا راه الله غالب صاري. دونك ليله الشك يوم الخميس نرجو اكثر من 80% كاين الولاد اكيد ولكن مثل ولا نرى ان نرنوس الجمعه ان شاء الله ان ناقل يوم السبت ولكن اكثر من 80% ناقل يوم الجمعه ان شاء الله. اذا يتمثل اكد يهضر الشيخ كمال الرسول عليه الصلاه والسلام يناد اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم. اذا بنادم الخير يخدم ايمان يزيد الدنيا في الاخر هذه انفيستي في عالم الماديات